الأطعمة المشبعة بالدهون قد ايه ضررها؟ بصراحة يعني هلا إذا مرة كانت بالشهر أو مرة بالأسبوع ممكن تمرق الجسم بنظف حاله، جسم الرياضة ممكن تطلعه من الجسم. ولكن إذا عم تسألي عن العالم اللي كل يوم بياكلوا هيدي صح، الأنواع والفاست فود يعني الأكل والفاست الهامبرجر، فود. صحيح. البيتزا، المعجنات، انه في هيدا ناس بتاكل كل يوم كل يوم كل يوم مناقيش فور مزبوط. اكزامبل. هيدول شو وضعهم؟ صح، بشكل عام هودي الاشخاص بس يوصلوا لسن معين حيوصلوا لسمنه زائده اللي اكيد حتكون بتاثر على صحتهم. حيوصلوا بمحل اللي عم بياكل ملح كتير مثلا حيكون عنده مشاكل ضغط وما يقدر يسيطر عليه. اللي عم بياكل زيوت والفاست فود حيوصل لمحل معقول كتير يكون صار عنده ارتفاع بالدهون بالدم يقدر ما يسيطر عليهم. يعني انتوا عم بتغذوا المرض بجسمكم، مش عم تغذوا حالكم، بس تكونوا عم صحيح، تاكلوا بصير الاشياء عندهم المش صحيه. كوليسترول، تريغليسيريد، مظبوط. السكر اللي بياكل كمان السكري. عجينة كتير، اللي عنده سكر بياكل عجينة كتير بيزيد عنده السكر اوكي. 100%. هلا المناقيش او المعجنات بالاحرى بتزيد نسبة السكر بالدم. هي الكربوهيدرات بتزيد. مظبوط. هلا فيك تاخدي السكر مباشرة كسكر او من بعض الفواكه كفركتوز بيرجع بيتحلل وبيصير جلوكوز بالجسم. والجزء الكبير بتاخديه من الكربوهيدرات من النشويات مثل المناقيش مثل المعكرونة الرز البطاطا. جزء كبير بتاخديه منهم من السكر. صحيح. فممكن يعلى اوكي. السكر بالدم من وراء النشويات الزايدة، واكيد بتزيد السمنة بالجسم.